عايزين نعرف ان احنا عندنا حاجه اسمها ماسل فايبرز. اي عضله بتتكون من حاجه اسمها الياف عضليه. الالياف العضليه دي ليها نوعين، الياف حمراء والياف بيضاء. الفرق ما بينهم ايه؟ بيقول لي الالياف الحمراء دي بنسميها الالياف البطيئه ودي السريعه، تمام؟ او بيسموها بالانجليزي سلو تويتش، وبالانجليزي دي اسمها فاست تويتش. فبيقول لي السلو تويتش دي بتستجيب للحركه البطيئه فتره زمنيه طويله، دي بتستجيب للحركه السريعه فتره زمنيه قصيره. يعني ايه؟ يعني انا مثلا بشيل الترابيزه دي مثلا، عشان اشيل الترابيزه دي كده وارفعها كده خد مني وقت ثانيه صح، بس هياخد مني مجهود، فدي هتستجيب لحركه سريعه في وقت قصير. لو انا بقى عايز امشي مثلا من هنا لحد مثلا الكورنيش، لا ممكن اخد 10 دقايق ربع ساعه صح، لكن مش بجري، يعني انا بمشي ماشي منتظم بس مش بجري يعني مش مستعجل. الحركه بطيئه في وقت طويل، فدي بتحرك ايه او بتستخدم سلو تويتش ماسل فايبرز. السلو تويتش ماسل فايبرز والفاست تويتش ماسل فايبرز الاثنين موجودين في نفس العضله. يعني انت اي عضله عندك في جسمك عندك النوعين من الالياف العضليه موجوده فين؟ في العضله الواحده. الالياف البطيئه او السريعه، يعني البطيئه موجوده والسريعه موجوده، الاثنين في نفس العضله. يعني اي عضله عندك ممكن تتحرك بشكل بطيء او بتتحرك بشكل سريع. طيب فدي ما بتتحرك، دي محتاجه مصدر طاقه مش سريع بس ايه يقعد معايا فتره طويله، دهون بالظبط. فدي المصدر الطاقه الاساسي بتاعها ايه؟ الدهون. دي بتستجيب للحركه السريعه في وقت قصير، فدي محتاجه مصدر طاقه سريع اللي هو ايه؟ الكارب، النشويات او الكربوهيدرات. تمام؟